لا انا اصلا لو لعبت رياضه بشكل مبالغ فيه ممكن ما انزلش في الوزن اصلا. هل هي عنصر مؤثر في انزال الوزن، ولا الدايت والاكل الصحي واللايف ستايل هو العنصر الاكثر تاثيرا في انزال الوزن؟ يعني بتنصح الناس بايه؟ ده سؤال جميل جدا، وانا سعيد انك سالتني السؤال ده. ليه؟ الناس بتبقى متخيله ان انا عشان انزل في الوزن لازم اروح انزل بقى في الجيم، اقعد ساعتين 3 4 وامنع اكلي وكده انا هنزل في الوزن. لا، القصه مش كده خالص. عمر ما جسمي هينزل في الوزن بطريقه فيها لوي دراع او اوفر ستريس. انا باخد من جسمي شيء انا عايزه، فلازم اخده من جسمي بالطريقه اللي هو عايزها. بمعنى طبيعي الدايت او طبيعه الرجيم ونزول الوزن تعتمد على الثلاث حاجات: تنظيم الاكل والوقت والحركه. لكن المجهود البدني والحركي عليه 20% من نجاح الخطه الغذائيه، اما تنظيم الاكل والوقت عليه 80%. طب هل انا لازم العب رياضه بشكل مبالغ فيه عشان انزل في الوزن؟ لا، انا اصلا لو لعبت رياضه بشكل مبالغ فيه ممكن ما انزلش في الوزن اصلا. ليه؟ لان طبيعي انا هنزل هعمل دايت، فطبيعه الدايت ان انا هبدا اقلل في اكلي بطريقه مدروسه، فهبدا اقلل في السعرات الحراريه عشان اقدر انزل، هاخد كالوريك ويت يخليني انزل في الوزن. فطبيعي لما اعمل ده ما ينفعش اعمل مع ده مجهود بدني كبير جدا ظنا مني انا هخس. طب عملت مجهود بدني كبير جدا هطلع من الجيم جعان طبيعي. طب لو انا خلاص بقى يعني انا اقوى رجل في العالم وعندي هدف وهطلع من الجيم جعان وتعبان جدا، بس همسك نفسي ومش هلخبط، برضو جسمك مش هينزل. ليه جسمك مش هينزل؟ نتيجة ان انت حطيت جسمك في اوفر ستريس وخليته جوعك حقيقي تعبان جدا وما عندوش كم من الطاقة يكفي لإتمام البروسيس بتاعت نزول الوزن. ممكن يبقى فيه تغيير في الشكل شوية، لكن كوزن مش هينزل بالطريقة الفعالة. إذن طالما تنظيم الأكل والوقت عليه 80% والرياضة عليها 20%، إذن أنا لازم ألعب رياضة بالشكل يتماشى مع تنظيم أكلي ومع الأكل الموجود عندي في النظام، مع حجم الكالوريز، مع حجم الكالوريك ويت اللي موجود. لكن أزود في موجودي طبيعي مش هنزل. وزي ما اتفقنا أي طريقة في الحياة هتعتمد على لوي دراع جسمي أو هتعتمد على إن أحط جسمي هياخد حقه بعدها. فطبيعي مش هيديك اللي أنت عايزه لأنك ما اديتهوش اللي هو عايزه. صح. الموضوع كله عملية تبادلية بحتة. لو فهمتها هنزل في الوزن كويس جدا. لو اديت جسمي احتياجاته هاخد احتياجاتي. طيب قصرت هيقصر.